إذا تحية وسلام لجميع الإخوة والأخوات متتبعي قناة بيت الخياطة للأستاذ أبو لام عزيز. اليوم الموضوع غادي ندير السروال بدون خياطة ما بين الرجلين، موضوع سويون سريوي ديال البيجامة. إذا نتوكلوا على الله إن شاء الله على بركة الله. إذا غادي ناخذ 4 سنتيم على هذا الشكل. لاحظوا معايا 4 سنتيم. عملوا قلم الرصاص، بقاو تخدموا بقلم الرصاص باش يسهل عليك تمسحي. انا غادي نخدم بفوتر باش تبان لينا الصوره. انا غادي نخدم بالفوتر باش تبان لنا الصوره. ديما كنخليو 4 سنتيم على الهامش هكذا بحال المدرسه، لا مارش كنسميوها. ونخطط خط مستقيم على هذا الشكل هذا. ناخذ نصف الورق ونخدم الضرس ديالي. إذا أول حاجة غادي ناخدو هي دورة الأرداف، لي هونش ديالنا. إذا دورة لي هونش لاصقة هي 100 سنتيمتر. والطول عندنا فيه نشوفو الطول كيتخاد على 3 المقاسات على حسب اختيار الزبون. إذا الطول عندها 90. إذا دورة الأرداف تور دو باسان 100. لا لين دو با 90. اشنو غادي ناخدو دورة الأرداف اللي هي لاصقة، هي 100 مقسومة على 4 بما يسمى الربع تساوي 25 سنتيم. هاد 25 سنتيم هي اللي غادي ندير من هنا لهنايا. إذا ها 25 سنتيم. اكزومبل مثلا غادي نشد الطول ديالي هو هذا. إذا الطول 90 سنتيم، من هنا لهنا 90 سنتيم طول ديال السيدة. إذا وغادي ندير ليها زاوية قائمة على هاد الشكل. هنا يكون مقاد على هاد الشكل، تا نقادو وندير نفس العدد اللي عندي هنايا هو اللي ندير هنايا. ها هو. وغادي ندير خطان متوازيان على هذا الشكل. فوالا. غادي نقلب على علو الأرداف. كنديرو اما بالجلوس اما بهادي اما بهادي، ولكن في هاد الطريقه اللي شدينا حنايا المقاس ديالنا لاصق على الجسم ديالها، ما زدنا لا سوبليس لا راحه لا زياده لا حتى شي حاجه. واللي كان عنده علامه التعجب يدير تيبي، يدير التمرين ويشوف كي غادي يصدق له هادشي. اذا غادي ناخد علو الأرداف 25 على هذا الشكل. اذا غادي يكون عندي هنايا مربع العمليات. اذا شوفوا راه متساويين، هذا فيه 25 ها هي، وهذا فيه 25 وهنا 25 وهنا 25. اذا لاحظوا معايا غادي ندير السيرج الامام والسيرج الخلف لا يوازي السيرج الامام. لا فورش ديال لو دوفون راه ماشي اللي كاين الفالون ديال لا فورش دو دو. هاهو من خلال هاد الكتيب راه الشرح واضح هنايا. غادي ندير لا فورش ديال الامام، ولا فورش ديال الامام الا كانت عندك لا طاي ايديال راه تساوي هذا، سبحان الله. ولا فورش ديال الخلف السيرج الخلف يساوي هذا الا كانت عندك لا مورفولوجي هي هذيك، ما عندكش يعني الهرمونات الكتاف وهادي خارجين ولا شي حاجه.
اذا كنهضروا لا مورفولوجي. اذا السيرج لا فورش ديال الامام هي اللي غادي نناقش معكم، والطريقه كيفاش غادي نديروا للقوه. اذا هاد 25 اللي شدينا في دوره البسام 100 مقسومه على 4 عطاتنا هاد الناتج 25. غادي ناخذوا هاد 25 مقسومه على 5، وهاد الخمسة راه قاعده ثابته ما كتغيرش. اذا في جميع الاعداد دابا هذا عدد غير مستقر، ولكن في العدد ديالك راه يمكن لك تقسمي دورة الأرداف على 4 والعدد اللي عطاتك تقسميها على 5. إذا هذه قاعدة ثابتة غتعطيني 5 سنتيم. خرجت لي الناتج 5 سنتيم. غادي نشد ندير 5 سنتيم ديالي هنايا على هذا الشكل هذا. لاحظوا معايا أنا درت 5 سنتيم ديالي، غادي نجي ونضيف 5 سنتيم ديالي من هنا لهنايا على هاد الشكل، ونلاقي هاد النقطة مع هاد النقطة هادي على هاد الشكل هذا. للذكر راه غتضيفي في الدرس غتضيفي لاستيك ديالك، المسافة ديال لاستيك من بعد، وغادي نرجع لهذا الموضوع. إذا وغادي ناخد هاد العدد اللي عندي هنا نطلع به من هنا لهنايا اللي خرج ليا في الناتج، ها هو، ونديرو من هنا لهنايا. هنايا في الكبير كندخلو ب3 سنتيمتر في الامام، ب3 سنتيمتر في الامام. لاحظوا معايا، وهاد 3 سنتيمتر كتبقى علامة استفهام، مازال غادي نرجعو نشرحو لها، ولكني مخرجانا. اذا 3 سنتيمتر اللي دخلت بها من هنا لهنا بوينت انتوريغاسيون علامة استفهام، كنحيدوها باش ما يكونش عندنا تخنشيش هنايا. اما هي راه على شكل بنسه، وغادي ندخل هنايا بواحد فاصلة 5، ويري الا كانت بشويه مطاطي كيتجبد شويه، ما كانش مطاطي ندخل غير بواحد سنتيم على هذا الشكل. نجيب هذا ونحاول نقادو على هذا الشكل هذا. راه قلت لكم الاضافه ديال لاستيك راه كاينه هنايا، غتضيفيها. هذا راه ما ضيفلوش الحزام، ما غاديش ندخل بواحد هنايا كالقاعده، وما غاديش ندير داكشي لان الحزام منه. وغادي نلاقي هاد النقطه مع هاد النقطه، لان في التي بي في طرافو رياليزي ديالو غادي يجيكم صعيب. اذا بعد الانتهاء من الامام سمعوا شنو غادي ندير. غادي ناخذ الخلف ديالي. اذا في الخلف ديالي هنايا راه غادي نخلي 2 سنتيم على هذا الشكل، وفي هاد 2 سنتيم راه فيها قيمه الخياطه المضافه، راه فيها قيمه الخياطه المضافه. يعني هاد 2 سنتيمتر بلا ما تزيديش الخياطه، ضربي زيدي غير 0.5 ديال السورجي، او زيد 0.5 في السورجي. اذا ها 2 سنتيم على هاد الشكل. اذا بعد ما درت هنايا 2 سنتيم غادي نحاول ما امكن نديرها بهاد الطريقه ديال على هاد الشكل، ونشد ونطرسي بهاد الشكل هذا على هاد الشكل. اذا درت هنايا 2 2 2 على هاد الشكل، 2 سنتيم 2 سنتيم 2 سنتيم على هاد الشكل. اذا غادي نجي للفرشه د الخلف، غادي نناقش لا فورش دو دو. اذا هذا اللي بالاحمر، هذا اللي بالاحمر هو الخلف ديالي. دابا غادي نناقش لا فورش دو دو، هاد لا فورش د الخلف. دابا راه لان الخلف لا يوازي الامام، الخلف كبير والامام في العلم في طرق اكاديميه، طرق اخرى ما عرفتش. اذا هانتوما الرقعه الاماميه كبيره، طريقه باش نلقاها اما في صبعي هذا الامام علميا باثباتات علميه، او هذا. اذا الا كانت عندي لا طاي ايديال، الجسم المثالي، ديما كنعاودها في لا فورمولوجي. اذا عندي دوره البسام 100 مقسومه على 8 تساوي 12.5 مقسومه مباشره على 8، ولاصقه دوره البسام لاصقه. اذا وغادي نشد على هاد الطريقه هادي ونطراسي 12 سنتيم، وندير من هنا لهنا 12 سنتيم على هاد الشكل هذا.
نشوفوا على هذا الشكل هذا، ونتراسي على هذا الشكل هذا، ومن هذا الخط ديال الكونستريكسيون البناء ندخل بسنتيم على هذا الشكل هذا، ونجيب البيروكي ديالي، وغادي ناخذ البيروكي ديالي على هذا الشكل، وغادي نتراسي البونطالون ديالي، نعطيني ب1.5 صفر، ونشد على هذا الشكل هذا، ونتراسي على هذا الشكل هذا. اذا بالنسبه لنا هذا اللي باللون الاحمر دو الخلف هنايا، ها هو على هذا الشكل هذا، لاحظتوا. اذا هذا اللي في الخلف دو الخلف صافي. وهذا اللي بالاسود هذا راه ما بقاش عندنا لي الذكر، هذا غير لين دو كونستريكسيون، غير درنا ليه دوفون صافي. هذا الامام على هذا الشكل هذا. اذا اشنو بقى لينا؟ ناخذ الموديل ديالنا. اذا لاحظوا معنا حطيت الورق الشفاف هذا، راه كيتباع عند الميغسوري بائع لوازم الخياطه، كتقول له عطيني الورق الشفاف ولا بابي دو سوا، موجود هو والباترون، راه موجود عند جميع بائعي لوازم الخياطه. هي لا فالور د لاستيك اللي غادي ندير في تي بي في طرافو رياليزي ملي نبغي نخدم الموديل ديالي على حسب المقاس ديال لاستيك. مثلا ندير لاستيك هو اللي فتلت فيه 4 سنتيم على هذا الشكل، غادي ندير، لاحظوا شوفوا فتو ماشي هنايا، غير بغيت نشرح لكم لان ما غاديش ندير تي بي طرافو رياليزي. اذا ها واحد، ها السمطه عندي اللي درت معكم هنايا، ها هي ونضيف هذا، ونعاود نضيف واحد اخر، ونضيف 1 سنتيم د الخياطه. اذا الا كان هنا 4 راه مضروبه في 2 في 2 غتعطيني 8 زائد سنتيم ديال الخياطه وديال السورجي. اذا هنا راه ما ضفتش الحزام، ولا كنت بغيت نضيف الحزام خصني يكون هنايا باسكولي هنايا في الامام، والخلف طالع العكس ديالو على هذا الشكل، ها الامام وها الخلف. شوفوا ها الامام وها الخلف طالع. فهمتوا واش بغيت نقول لكم؟ اذا هابط على هذا الشكل. في التصميم الاول كنديروا هذا، عاد داروا فارياسيون دو موديل. اذا بالنسبه لنا الامام هابط وطالع الفوق، حنايا درناه خط على هذا الشكل هذا لاننا غادي نديروا السمطه خارجه منه، الحزام خارج منه، الحزام خارج منه. نتمنى تكون الفكره وصلت. سؤال: علاش استاذ ما ديرناش بحال هذا؟ لان في التي بي وانت عاد مبتدئه غادي يجيك صعيب. نتمنى الفكره تكون وصلت، لحقاش كيكونوا معنا بعض الفترات شي وحدين عارفين تبارك الله ما شاء الله. ايوا اول حاجه غادي نهز هو الخلف ديالي. اذا بحكم انا من المحتمل غادي نخدمو بلاستيك رقيق ديال 2، ها هو على هذا الشكل. لاحظوا على هذا الشكل، وندير هكذا، وندير هكذا على هذا الشكل هذا.
دار لي بالاحمر دو الخلف. نفس العدد اللي عندي هنايا هو اللي غادي ندير في الثاني باش نكونوا واضحين. داكشي اللي درتي هنايا هو لحقاش هاد الكوتي في المونتاج ملي غادي باقي تلاقي هذا خصهم يجيو مقادين 5. اذا لاستيك ديال 2 سنتيم. نهز هذا، اذا هذا دو ونحتفظ به. اذا غادي نهز الامام باش نحافظ على البابي دو سوا، نخرج به شي حاجه اخرى. غادي نشد كدا ونخلي 5 سنتيم الفوق اللي اتفقنا عليه. يلا نخلي 5 سنتيم اللي اتفقنا عليها هي هذه، ونحط هذا على هذا الشكل وهذا على هذا الشكل. نهز الامام ديالي. هذا devant الأمام. ونطوي على هذا الشكل هذا باش نستخلص. اذا هنا ضفت لاستيك، ضفت الحزام لاستيك. الا ما كنتش غادي نضيفو ندير ديك الدخيلات الامام وداكشي راه متيوله زويونه وصحيه ورائعه. ولكن بحكم ان هذا الدرس ديال المبتدئين والمبتدئات ما ندخلش بزاف بالمعلومات، ناخذ هذا الدرس الاول مثلا التطبيق ديالو. اذا هذا الدرس راه درتو بالنسبه للاخوات اللي كيقراو عندي فورماسيون ا ديستونس، او في نفس الحين البنات اللي كيكونوا معايا في تيك توك في المساء ولا مساء. اذا هذا ديال الدوفون، هاو شتو هذا الدوفون ديالي، هاو شتو هذا لو دوفون. غادي نهز لو دوفون ديالي على هاد الشكل. اذا كما كتشوفوا توفروا عندي الرقعتين الامام والدوفون على هاد الشكل. اذا هذا الخلف، هذا خلف، هذا الخلف. درنا له قاعده وجبنا الامام. دابا غادي نديرو لونسومبلاج طريقه اخرى ان شاء الله. اذا غادي نحيد الباترون ديالي ونحتفظ به، يعني ريكتيفيكاسيون ولا شي حاجه الا بغيت نصلح فيه شي حاجه ولا نديرو للدري صغار وندير بابي غوز. اذا غادي نجمع هذا وغادي نفرش هذا. اذا غادي نتغاسي خط على هذا الشكل هذا، ها هو، ونقسم هذا على 2 ويكون ديما خط مستقيم على هذا الشكل هذا، ولكن يكون خط مستقيم. اذا غادي نجيب الخلف ديالي اللي هو هذا على هذا الشكل،
ونحط الامام ديالي حتى هو على هاد الشكل. الا شدت شي حاجه غادي نهبطها لتحت على هاد الشكل وريكتيفيي هنايا الا شدت. اذا غادي نلصق هذا هنايا على هاد الشكل هذا. اذا عندي رجل وحده، الا كنت غادي نوضع الثوب غادي نوضعو على اثنين. اذا فات زياده الطول كيبقى لك الاختيار على حسب داكشي اللي بغيتي الطول اللي ديري. اذا هذا هو السروال ديالنا على هذا الشكل هذا. غادي نلاقيو على هذا الشكل وغادي تولي عندنا خياطه هنايا وهنايا. هاد التفاوت راه واضح ما بين الامام والخلف. اذا طريقه صحيه على هذا الشكل. هذه هي رجل وحده وهذا لونترجومب. اذا عندكم 37 سروال في القناه كيفاش كندير المونتاج. اذا هاد الخياطه هذه الخياطه الجانبيه هي اللي كاينه هنايا. باش نزيد نشرح لكم قبل الانتهاء، اذا الخياطه اللي كاينه هنايا هاد السروال ما فيهش الخياطه في الجانب، راه درتو معكم راه كاين في القناه. ولكن دابا هذا درت انا الخياطه ماشي في لونترجومب، ما كايناش هنايا في اللونترجومب، كاينه هنايا. وهاد البلاصه هي هاد البلاصه، وهذه غير رجل وحده خصك ديري الثانيه. اذا غادي نكتفي عند هذا الحد هذا. الى اللقاء في الدرس القادم ان شاء الله باذن الله. استودعكم في امان الله. السؤال اللي مطروح استاذ، واش اي زبونه جات غادي نديروا لها هادشي كلشي اللي درتيه؟ حطيتي الباترون، حطيتي التصميم، درتي فارياسيون دو موديل؟ لا، ديروا التعليق ديالكم. واش اي زبونه اللي جات غادي نديروا لها باترون ديالها بوحدها؟ نعم ام لا؟ ولكم جزيل الشكر. في الاخير اللي بغى يتواصل معنا بالنسبه للفورماسيون ا ديستونس دروس عن بعد يتواصل معنا على هذا الرقم اللي في الاعلى الفيديو. وما تنسوش تشاهدوا هذا الفيديو اللي في اعلى الصوره في اخر الفيديو. استودعكم في امان الله والى اللقاء في الدرس القادم ان شاء الله باذن الله.